فقام الحسين عليه السلام بمن بقي من أصحابه حتى صلاه. فتقدم سعيد يقي النبال بنفسه وما زال كذلك حتى سقط إلى الأرض وهو يقول: اللهم لعنهم لعن عاد وثمود، اللهم أبلغ نبيك السلام وابلغه ما لقيت من ألم الجراح، فإني أردت بذلك ثوابك في نصرة ذرية نبيك. ثم التفت إلى الحسين عليه السلام وقال: أوفيت يا ابن رسول الله. نعم، وأنت أمامي في الجنة. يا كرام، هذه الجنة فتحت أبوابها واتصل